مختلفة أو له مداخل مختلفة، كل واحد ومدخله على حسب اللي أنا عايزه. لو أنا سألنا نفسنا سؤال، يعني إيه إدارة الفصل؟ ماذا يعني إدارة الفصل؟ ماذا يعني؟ واليوم عشان هو التدريب مش هو التدريب، هو خبرة بنكتبها من بعض، الخبرة اللي بنكتبها من بعض دي قد تكون عندك انت وانا اكتسبها منك. ودي المعنى اللي مطلوب الناس تعيشين مع الطلبة بتوعك ومع نفسك ومع زمايلك، دي خبرة مكتسبة. فلو سألنا نفسنا السؤال ده، ماذا يعني ضبط الفصل؟ ده من جميع النواحي. نعم. ده من جميع النواحي على كل حاجة. من جميع النواحي. ازاي اتلقى الدرس، ازاي ادير الدرس، ازاي اشوف مشاكل جوه الفصل، ازاي مشاكل مع المدير كده. جميل. ده من كل النواحي. طبعا كلكم حضراتكم أدارة فصول، طب انت بتديريها ايه اللي انت بتديريها كنت بتدير الفصل؟ ايه التعريف اللي الاستاذ محمد عمل ايه؟ لان هو أدارة من كل النواحي. بدير المعلومة وبدير الفكر وقال لك فاهم؟ عاوزين نسمع منكم. حل مش لازم فصل. حل إدارة من خير في مشكلة فصل داخلها. حليت المشكلة اللي كان إدارة الفصل ده. جميل. جميل خالص. ايه تاني؟ يعني ايه إدارة فصل؟ توصيل لها مهارات ومعلومات. وده بيجب مننا اول ما نخش يبقى عندي القدره على ان انا اسيطر على المكان اللي انا فيه، اسيطر عليه بحيث ان انا اعرف ادي اللي انا عايزه فيه وفي نفس الوقت الطالب يستفاد منه. اسيطر يعني ايه؟ اسيطر بمعنى مش السيطره اللي هي ان انا بحتوي الفصل كله، لا اسيطر بحيث ان انا اخلي فيه جو من الهدوء الاول، اخلي فيه جو من الطمانينه للبنت. دعم جميل. يبقى تهيئة الفصل إلى النشاط، ده تعريف. ماشي. استاذنا الفصل. يعني ايه إدارة فصل؟ الناس بتعمل ايه إدارة الفصل؟ ماشي يا أستاذنا؟ يعني ايه إدارة فصل؟ الأستاذ بتقول ايه؟ إنني بهيئ الفصل تهيئة أخليه يتلقى عشان يستطيع إن هو ياخد ايه؟ من المعلومات والمعارف والسلوكيات اللي أنا عاوز أعملها. كذلك ايه؟ يعني واحد قال لي ايه؟ إن عشان أحل مشكلة الفصل وما يبقاش في مشكلة في الفصل. جميل. كل تعريفات أستاذ محمد أديلها برضه ايه؟ إن إدارة من كل النواحي وكده. لو برضه عندي أي بديل الفصل، يعني ايه إدارة الفصل؟ يعني ايه بديل الفصل؟ كل الكلام ده صح يا جماعة، بس احنا عايزين نكمل مع بعض. يبقى احنا ما بندوش بصوت بس. اللي يدخل السلام عليكم. الحكيم ما حدش يقدر يكتب حاجة. اسمع يا جماعة. لا سمحت يا جماعة، الامتحان واحد بس عشان نقول هي نص ساعة لأن نهاية التدريب بقى. بس نص ساعة مع بعض وناخد الكلمتين هنتكلم عن درس الفقه الرياضية. يعني ايه إدارة؟ طب أديره ازاي؟ ايه المشاكل اللي كلها؟ دي اللي احنا هنقول النهارده. دلوقتي بنتكلم عن تعريف إدارة الفصل. تعريفه ايه؟ الأستاذ بتقول ايه؟ بتحكم فيه، محدش يقدر يتنفس، محدش يقدر يتكلم، محدش ينطق. انت بتعملي كده بتعملي كده. لا انا القائد الثاني ما تستني يا رب، الله يخليك يا رب، الله يخليك يا رب. انت بتعملي ايه؟ هي بتعمل كده، هي ما بتقدرش تنافسوا معاها. ايه يعني؟ دي طريقه اداره فقط. اتفضل. ها ولا انت فهمت غلط؟ لا طبعا هو مش دي اول حاجه. امال ازاي؟ انا عشان ابتدي يعني في الفصل كده دي تتكلم وتقول ودي تيجي. تبقى سبهلله بقى. ما ينفعش. تبقى سبهلله يعني. لازم المدرس اول ما ندخل من اول يوم كلها شخصيه في الفصل. جميل. حد اول حاجه ثانيه؟ ايوه يا ريس. اتفضل. الابتداء العلمي والفني للطالب، طبعا تقويض الطلبه الضعاف وتحسينهم بردك والمستوى العلمي بردك والفني. بردك بتواجه المدرس اصلا مش بنات عزيزه. انا بقول مسابقه سنك. ايه؟ انا بقول مسابقه سنك يعني. مسابقه سنك. مولود على ابوها. انا بقول مولود على ابوها. قدامك عليا يا ريس. الأرض ايه؟ التعريف يعني ايه؟ يعني ايه إدارة فصل؟ الله يكرمك. دي بقى يعني بديل ازاي؟ او بعمل ازاي؟ الله يكرمك. فتعالى نشوف كده مجموعة من أنماط إدارية. يعني ناس بتدير فصل زي واحنا منهم. كل واحد هيلاقي ناس منهم ويصفح. تعالى نشوفها مع بعض كده سريعا. في مدخل اسمه مدخل تسلطي.
الفصل ما ينفعش. اسمع كلام يا جماعه لو سمحتوا. الصوت عشان قرارات بدري. هي والمدخل التفاوضي يا جماعه دي، المدخل التفاوضي هنا ممكن اني رؤيتي شايف ان هو ايه الطريقه دي صح، الطريقه دي صح، بس هي في الاخر بتؤديني الى ان انا الانسان متسلط على الفصل، لان انا بيبقى همي ان انا ارفض الفصل، محدش ينطق، محدش يتكلم، محدش يقول على النظام، محدش يشد بالنظام، فانا عامل ايه مدي ضغط كامل، مدي الضغط الكامل ده لهم علشان محدش ينطق خالص، عشان ابدا انفذ النظام بتاعي. حضرتك بقى لها سلبيات. اتفضل. السلبيات ان انا بخلي العيل اللي هو عاوز يشتغل معانا ما يشتغلش. ما يشتغلش. الله يكرمك. جميل. ما احنا نقول اهو. المثل الفاروقي كلمة مثل يا جماعة يعني ايه؟ ايه اللي بيخليني ابقى في الاخر متفاوض زي ما استاذنا قالنا دلوقتي؟ ايه اللي بيخليني اوصل ليه؟ انا في دماغي ان الطريقة هي الوحيدة اللي اعرف احكم هو الفصل. ما حدش يقدر، ما حدش كان يقول اهو. بلد الفصل مجموعة من الانشطة يحقق المعلم بها موثقة نظام داخل الفصل ويحافظ عليه. انا في دماغي هنا ايه؟ عشان احافظ على النظام واخليه ماشي 100%. فعشان كده لما ادخل محدش ينظر، لما اتكلم محدش يعمل كده، اللي اقوله هو الصح وتاخدوا مني الكلام ده كده عشان دماغي انا برضه منفض كده. المدخل ده خلاص بحول الطالب الى سلبي متلقي مثلا. خليه 5 خليه. ده اسمه المدخل التقلبي. مقابل بقى استاذ اللي هو ايه؟ العكس. التسامح. التسامح بس ايه؟ لا لو سبتها على الاخر ده كله برضه. ما لو سبتها على الاخر ضاع من الفصل ما كنتش مسيطر عليه. شوف اداره الفصل انا بتسامح ليه؟ عشان اعمل ايه؟ اخليهم يشتغلوا. اداره الفصل مجموعه من الانشطه يستطيع المعلم ووصفها ان يزيد حريه التمييز الى اقصى حد ممكن. لا ولا حريه بس حريه ايه؟ واخدين بالنا يا جماعه؟ في مدخل تسلطي ومدخل تسامحي. لو سمحتوا يا جماعه عشان بس نصل، بس انا دلوقتي بقى عاوز اوصل الى معنى اداره الفصل. المعنى ده بنقول ايه؟ في مدخل تسلطي، بمعنى انا عاوز امشي النظام بتاعي يمشي. مدخل ثاني انا عاوز الدنيا تبقى حره خالص والناس تتكلم والناس تعمل والاولاد ايه ياخدوا حياتهم كامله. ده اسمه مدخل تسامحي. في مدخل تسلطي بيوصلني المدخل الاولاني ده بيوصلني الى يبقى متسلط. الحته ده هي لو عملتها انا عايز الطلبه تتحرك بحريه مطلقه، اقوم اتسامح تسامح مطلق يقول الفصل ايه؟ يقع مني والله كده. ففي مدخل ثاني اسمه تعديل سلوك. همي ان الفصل ده مش كويس، في سلوكات سيئه، في سلوكات مش كويسه، عاوز اعدل الفصل اصلا. في 3 4 مثلا طلبه او طالبات مثلا عندي مشاغبين شويه او بيضيعوا على زمايلهم ايه الجديه في العمل. جميل. ببدا احتويه. انما ما يبقاش مش هيبقى 100%، مش هيبقى بس بالتدريج واحده واحده هيجوا معايا. والله كده. ده ايه؟ حضرتك معاك كده في ناس ما بتجيش في بعض الاحيان يعني في بنات ما بتجيش خالص معاك، بس على الاقل حتى تعدلي من 60% او 70%. يعني مهما تنفعهم صلى على النبي. لو انا حاطط المدخل تعديل سلوك. مدخل تعديل سلوك ده بني داخل الفصل في دماغي كله سلوكيات، فلان ده سيء وفلان في البنت دي فيها صفه سيئه كذا وفيها صفه سيئه كذا. طب انا عاوز اعدل السلوكيات دي، يبقى اللي شاغلني في الموضوع تعديل سلوك. هو تعديل سلوك جانب مش كل حاجه. طب انا عندي علم عاوز اعلمه، وعندي نظام عاوز اشغله، وعندي معارف لازم توصل مع السلوك دي. انا عايز ايه؟ المعنى هنا ان هو بيقول لك ان في ممكن واحد منا في دماغه ان هو يعدل سلوك بس. ماشي عدل سلوك بس مش هو يبقى كل شيء. ده مدخل اللي ضبط ان انا بحط الدين نظام الفصل انشطه بستخدمها علشان انمي السلوك الاداري او ايه او انمي السلوك الايه السلبي. نقرا كده يا استاذ معلش نقرا مع الكلمه كده.